المنتخب الوطني المغربي الرديف يهزم جزر القمر بثلاثية في كأس العالم بقطر. وتفوق المنتخب الوطني المغربي على منافسه منتخب جزر القمر اليوم الثلاثاء بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب خليفة الدولي لحساب الجولة الأولى المجموعة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العرب قطر 2025. وتمكن المنتخب الوطني المغربي من زيارة شباك جزر القمر مبكرا من ضربة ركنية نفذها أسامة طنان وانبرى لها سفيان بوفتيني برأسية في الدقيقة الخامسة. وأضاف طارق تيسودالي الهدف الثاني للعناصر الوطنية في الدقيقة 10 بعد تسديدة ارتدمت بدفاعات المنتخب القمري لتتهادى داخل الشباك. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 45 أرسل حمزة المساوي عرضية دقيقة لمنطقة الجزاء تمكن كريم البركاوي من ترجمتها لهدف عن طريق رأسية مركزة أنهى بها المنتخب الوطني الشوط ب3 أهداف نظيفة. وشهدت الدقيقة 55 الهدف الأول لمنتخب جزر القمر عن طريق هدف عكسي بعد ارتدام الكرة بمحمد بولكسوت. ورغم صحوة منتخب جزر القمر في الشوط الثاني بعد عدة محاولات خطيرة على مرمى المنتخب الوطني إلا أنه لم يضيف أي أهداف أخرى. وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه في الجولة الثانية من دور المجموعات منتخب عمان يوم الجمعة المقبل على الساعة 3:30 بعد الظهر.